بيضحكوا علينا ازاي؟ طبعا كلنا عارفين قصة الارنب والسلحفة، واللي زهقت من غرور الارنب عليها وانه كان سريع جدا ومحدش يقدر يمسكه، فقررت انها تدخل معاه في سباق. ووقت السباق الارنب شاف وعرف ان السلحفة بطيئة وهتاخد وقت لحد ما توصل، فقرر انه يشرب له كوباية شاي وياكل له لقمة وكمان يريح له حبتين قبل ما السلحفة توصل. لكن طبعا راحت عليه نومة وسبقته السلحفة وكذب. طبعا بقى دي القصة اللي كلنا كده عارفينها، لكن احب اقول لك بقى ان القصة من البداية ليها سيناريو مؤلم اكتر من كده بكتير، لكن القصة دي ما انتشرتش وتم تجاهلها، وده عشان ما يأثرش على الغرض الأخلاقي من الحكاية. في السيناريو الأصلي بقى هو فعلا الأرنب وافق إنه يتسابق مع السلحفة، لكن في أثناء السبق حس فكرة إن إنسان في سرعته ورشاقته يتسابق مع حيوان بطيء وكسول زي السلحفة، دي حاجة غبية جدا الصراحة وكمان فيها إهانة ليه، ورفض إنه يكمل السباق أصلا وانسحب، وبالتالي تم إعلان إن السلحفة هي الكسبان. بعدها بفترة وفي أثناء الليل حصلت حريقة في طرف الغابة، وساعدت رياح شديدة في انتشارها في كل حتة. الأرنب والسلحفة كانوا على هضبة عالية وشافوا الحريق، وطبعا المفروض ان الارنب هو السريع ويروح يحذر باقي الحيوانات علشان يهربوا، لكن الارنب قلبه اسود شويتين وافتكر ازاي اعلنوا ان السلحفة هي اللي اسرع منه، وراح قال لها بما انك انتي اسرع روحي حذري بقى انتي الحيوانات. للاسف السلحفة غلبانه وملحقتش تروح له، والنار انتشرت وموتت كل الحيوانات اللي في الغابه. المفروض ان القيم الاخلاقيه ورا القصه الصغيره دي هي ان المظاهر فعلا خداعه، وممكن تستخدم الحيله والذكاء في انك تتغلب على المهاره الجسديه والقوه. لكن بعد ما عرفنا باقي القصه المعنى اللي اتربينا عليه باظ خالص، وبقى ظاهر لنا ان القوه مطلوبه مهما كانت، وان الارنب فعلا كان على حق في موضوع انه الاسرع والاصلح في موضوع السرعه ده، وده بقى بغض النظر عن غيره السلحفه منه، وعشان كده اتحذفت باقي القصه.